حاضر حاضر يا ماما. مسافة الطريق ان شاء الله مش هتأخر. مع السلامة. استنى استنى يا احمد، انت رايح فين؟ رايح لماما علشان اوديها المستشفى، عندها معاك جلسة كيماوي. اوف. اوف بقى، واخرتها ايه طيب يا احمد؟ في ايه بس؟ انت مش عارف ان انا كنت عاوزاك توصلني عيد ميلاد مريهان صاحبتي؟ معلش معلش يا حبيبتي، انت عارفة ماما ملهاش غيري، انا ومحمد اخويا، ومحمد مسافر، فواجب عليا بقى ان انا ابقى معاها وما اسيبهاش لوحدها. اقولك انا عندي فكرة، خدي اوبر. يا سلام، يعني يبقى عندنا عربيه واروح انا اخد اوبر؟ مش واخده اوبر، انا هاخد العربيه وخد بقى انت ومامتك اوبر. طيب خلاص مش مشكلة، خد انت العربية وانا هاخد اوبر. سلام. مع السلامه. مش عارفه انا هنخلص من الشغلانه دي امتى. قال ابنها الوحيد ايه، وانا مال انا. طب اقول لكم بقى انا نكته. كان في مره حلاق ما كانش بيجيله زباين خالص خالص، راح اشترى بطيخه لقاها قرع، قال لها حتى انت كمان ما بتجيش تحلقي عندي؟ لا حلوه دي. معلش معلش يا ماما، هنعمل ايه؟ طيب انا عارف ان الكيماوي بيوجع جدا وبيألم، بس استحملي يا حبيبتي، ان شاء الله هتخفي. اما اروح للدكتور اطمن منه على حالتك. معلش يا ابني، تعبك معايا. ها يا دكتور، طمني على حالة امي، مفيش اي تحسن؟ للاسف يا استاذ احمد، بالعكس، الحالة بتسوء اكتر من الاول، وعايز اقولك ان والدتك مش هتعيش كتير، وكله في علم الغيب ونعم بالله. بس المطلوب منك الفترة الجاية انك ما تسيبهاش لوحدها، خليها معاك الفترة دي، هي مش هتطول، خليك جنبها، حسسها بحبك، خليها تعيش اخر يومين ليها وهي مبسوطة. حاضر حاضر يا دكتور، متشكر جدا لحضرتك. ليلى، كنت عاوز اطلب منك طلب كده. اكيد يا احمد، اتفضل اطلب. ماما ايامها في الدنيا قربت تخلص خلاص، الدكتور لسه قايل لي كده النهارده، والله اعلم برضو. ايه رأيك نجيبها تقعد معانا الكام يوم اللي فاضلين ليها، بدل ما تموت في شقتها لوحدها ومحدش يحس بيها؟ نعم؟ تيجي فين يا احمد؟ لا طبعا انا مش موافقه، انا بخدم نفسي بالعافيه، وانت عارف ان انا كل يوم بخرج، وكمان عارف ان انا صحتي على قدي، ما اقدرش اخدم مامتك. علشان خاطري، علشان خاطري يا حبيبتي، واوعدك لو وافقتي هنزل اشتري لك 3 غوايش دهب، انت اللي هتختاريهم بنفسك. 3 غوايش؟ خلاص اذا كان كده انا موافقه. اتفقنا. اتفضلي يا ماما، نورتي البيت. منور بيك يا حبيبي وبمراتك طبعا. امال هي فين؟ حالا هندهلها، هتنزل دلوقتي. يا ليلى، يا ليلى. حاضر حاضر يا احمد، نازله اهو. ازيك يا طنط، عامله ايه؟ نورتي البيت. ازيك يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. يلا يلا يا ليلى، روحي حضري كده اكل حلو كده من ايدك الجميله لماما، زمانها جاعت من الطريق. حاضر حاضر يا احمد، ثواني وهيكون الاكل جاهز. يلا يا ماما يا حبيبتي، اطلعي كده اغسلي ايدك ووشك كده علشان تعرفي تاكلي كويس. حاضر يا ابني. ربنا يهديكي يا ليلى. يا خبر ابيض، مبعوت لي ايميل من امبارح على ايميل الشغل وانا ما فتحتوش. خير يا رب، يا ترى في ايه؟ ياه، بعتين لي بيقولوا لي ان انا لازم اسافر النهارده، لا بكره الصبح الفجر. ليه؟ في ايه؟ امر مهم جدا، ربنا يستر. يا ليلى، يا ليلى، مبعوت لي ايميل على ايميل الشغل ان انا لازم اسافر بكره الفجر يا ليلى. انا لازم اروح السفريه دي، واضح كده ان في مشكله. انا مش هوصيكي بقى على ماما، عايزك تاخدي بالك منها كويس يا ليلى، وتشوفي طلباتها، وزي ما انت عارفه يا حبيبتي هي مش هتعيش كتير، فخليها تكون مبسوطه. حاضر حاضر يا احمد، استنى بس عشان ببعت حاجه مهمه لواحده صاحبتي.
طيب ماشي، انا هروح ابص على ماما كده، لو لقيتها صحي هقول لها ان انا ماشي الصبح بدري. ماشي ماشي روح. ايه يا ماما؟ ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ ابدا يا حبيبي، انا بحاول انام اهو دلوقتي انام. طيب يا ماما، انا جالي ايميل من الشغل مهم جدا بيقول ان انا لازم اسافر بكره الصبح بدري، فانا قلت اقولك علشان بس ما تقلقيش عليا، وان شاء الله ليلى هتكون زي بنتك ان شاء الله، كل طلباتك هتكون مجابه، مش عايزك تقلقي خالص. ربنا يوفقك يا ابني. يلا انا هقفلك بقى نور الاوضه وانت حاولي تنامي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. يا ليلى، يا ليلى، ياه شكلها لسه نايمه. انا جعانه قوي، عايزه اكل اي حاجه علشان اقدر اخد العلاج. احاول انزل اكل اي حاجه من التلاجة كده. ايه ده؟ انتي بتعملي ايه؟ انتي ازاي تفتحي التلاجة بتاعتي من غير ما تستأذني صاحبة البيت؟ كنت جعانه يا بنتي، وفضلت انده عليكي، كنت نايمه مرضتش اقلقك، وعامه ما تتضايقيش، انا اسفه، مش هفتحها تاني. اسفة؟ وانا اعمل بقى ايه باسفة دي ان شاء الله؟ لو سمحتي يا طنط، انت هنا ضيفة مش صاحبة بيت، يعني لو عاوزة تاكلي لازم تستني لما انا اجيب لك الاكل، حتى لو انا لسه نايمة. ايه المشكلة لما تستنيني لما اصحى؟ يعني هتموتي من الجوع؟ حاضر، حاضر يا بنتي، ما تضايقيش نفسك خالص، انا اسفه. اوكي اوكي خلاص. من زمان وانا عارفه ان هي شريره، بس انا ايه اللي يجبرني ان انا اعيش هنا؟ انا لازم ارجع بيتي قبل ما ابني ما يرجع من الشغل. احسن. يلا اهي مشيت. هو انا ناقصة كمان هتيجي تقعد في بيتي وتتحكم في حاجتي؟ مش كفاية ان انا باكلها وبشربها؟ كده الواحد يبقى حر كده ويخرج ويروح ويجي براحته، بلا قرف. ياه البيت وحشني، هم كانوا 3 ايام بس برضو البيت وحشني. اما ادخل اطمن على ماما الاول قبل ما ادخل اغير. ايه ده؟ هي ماما مش في سريرها ليه؟ ده لسه الساعه 5 الصبح، ممكن تكون في الحمام ولا حاجه. اما ادخل اسال ليلى عليها، هتكون راحت فين يعني؟ يا ليلى، يا ليلى، هي ماما مش موجوده في اوضتها ليه؟ يا ليلى اصحي، يا ليلى هي امي راحت فين؟ الحمد لله على السلامة الاول. الله يسلمك يا ليلى، هي امي فين؟ مش في اوضتها ليه؟ امك مشيت يا احمد. راحت فين يا ليلى؟ راحت بيتها، يعني هتكون راحت فين؟ طب وليه سبتيها تمشي يا ليلى؟ ما انت عارفه يا ليلى ان هي تعبانه ومش هينفع تقعد لوحدها. وانا مال انا يا احمد؟ انا صحيت ما لقيتهاش، وربنا هو اللي يعلم، انا كنت عامله لها كل طلباتها. بس عادي يا حبيبي، ما تشغلش دماغك، يعني هو كل واحد مش بيرتاح غير في بيته. انت رايح فين؟ هروح لها طبعا، هروح اطمن عليها. ازاي يعني مش هتقعد ترتاح؟ انت لسه جاي من السفر. لا يا ليلى، انا مش هرتاح غير لما اطمن على امي. ايه ده؟ انت مين؟ واقفه على الباب كده ليه وبتعيطي؟ فين ماما؟ انت اكيد ابنها صح؟ ايوه انا ابنها، فين ماما؟ انا جارة مامتك، وكنت معاها في اخر دقيقة في حياتها، وكانت مقهورة جدا يا حبيبتي من مراتك، وحكت لي على اللي حصل، وبعدها ماتت على طول. امي؟ امي ماتت؟ ايوه ماتت، الله يرحمها. ممكن تخش تبص عليها؟ طب عديني، عديني بعد اذنك ابص على امي. الله يرحمك يا ماما، سامحيني يا امي، سامحيني اني سبتك، كان لازم افضل جنبك، بس انا كده اطمنت عليكي، انت كده ارتحتي،
ارتحت يا أمي. أتمنى ما تكونيش زعلانة مني وتكوني راضية عني. الله يرحمك يا ماما. ايوه طبعا طبعا مصدقاكي. لا اكيد جايه معاكم النهارده، ما انا هخرج مع حد غيركم؟ معقوله؟ والله العظيم ببقى مبسوطه جدا وانا خارجه معاكم. استني كده، انا شامه ريحه غاز فظيعه في كل مكان. ايه ده؟ اقفلي اقفلي اقفلي، البيت بيولع، اقفلي بسرعه. يا نهار ابيض، الحقوني. ايه ده؟ النار في كل مكان. اه، نفسي مش قادره اخد نفسي. البيت بيولع. حد يلحقني. نفسي. انا خلاص يا احمد انتهيت، بقيت مشوهة. شفتي ربنا عمل فيكي ايه؟ انتي قهرتي امي وكسرتي بخاطرها قبل ما تموت، وربنا عاقبك. اديكي خلاص بقى بقيتي يا مشوهه أحمد، وهتعيشي كفاية. طول حياتك مشوهه. وانا بقى يا ليلى يا ما وشي. بقتش عاوزه ولا عاوزه اعيش معاكي. انتي طالق يا ليلى.